ونسمي الله بقى ونصلي على حضرة سيدنا النبي. مين لسه بيعمل في السبوع التبييتة؟ ايوه التبييتة اللي كانت بتعملها لنا امهاتنا زمان، اللي هي السبع حبوب. طب السبع حبوب دي بنعمل بيهم ايه؟ بنعمل بيهم زي ما هتشوفي دلوقتي كده. بسم الله وصلي على حضرة سيدنا النبي. كده التبييتة بتروحي بس انت تقولي للعطار انا عايزه السبع حبوب، ماشي؟ هي بتبقى عباره عن رز وفول وعدس وكل حاجه، فول وقمح، بسم الله ما شاء الله، وذره، اي حبوب، اي سبع حبوب هننزل بيهم كده. وطبعا جوه منهم الملح، وده اهم حاجه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تمام. التبييته دي بقى يا بنات بنحط كده زي ما انتم شايفين السبع حبوب، بسم الله ما شاء الله. انا بصوا هقلع لها بقى كام حاجه ذهب كده، نقلع لها ختمين ذهب ولا حاجه علشان يبقى حظها كله ذهب في ذهب ان شاء الله. عشان بس الناس اللي هتدخل تقول لي اي حاجه عن التبييته دي ملهاش اي حاجه بالاعتقادات الدينيه خالص. ده فولكلور شعبي بنعمله طول عمرنا من زمان، من ايام امي وامك وستي وستي، حاجه كده شعبيه بنعملها. وبنحط بقى شويه فضه، طبعا رضوى جابت لنا شويه سره من الدنانير، بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بنحط فضه. الشنطه الباك بتاعتي، الشنطه البيضاء بتاعتي هتلاقوا فيها ريالات سعودي عشان ابقى حطيت لها عملات. يلا وتعالوا بقى بصوا، ده شمع جايبينه كده، بسم الله ما شاء الله، ده شمع كده جايبينه علشان البنات تمسكه في السبوع. بصوا شكله حلو قوي، واحده بفيونكه وواحده من غير فيونكه. تعالوا بقى نحطه لها كده. بقى اللي كانت معايا في السفر فيها دايما ريالات، بحب اسيب كل الريالات، فلوسي اللي بصرفها هناك بحب اسيبها، ما بحبش ايه اصرفها كلها يعني. تمام. معايا شويه ريالات كده حلوين زي ما انتم شايفين كده، مش هحطهم كلهم، حلوين عليهم حبه كده بالبركه، عشان كده بحب كده يفضلوا معايا في قلب شنطتي. هات شنطه ايديا اللي كنت بيها بره النهارده. كمان بتتابعوني منين وايه العادات والتقاليد اللي بتعملوها في السبوع زينا ليله التبييته. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط لها بقى ايه شويه فلوس كده اهو. اللوله الجميله قلبي ننيه حبيبه ننيه روحي اهو. نحط لها حبه كده حبه كده. المفروض بنحط بقى على الكومودينو، بس انا طبعا مش هندخل في اوضتي فهوريكم كده ايه ارصها كده واقول لكم بنعمل فيها ايه. رجالاتك ان شاء الله يعيش، ان شاء الله يعيش، تتجوز على قد حالات. لا مش على قد حالات، هتتجوزي تبقى ايه ما شاء الله اللهم بارك، من خير ربنا. ربنا يا بنتي يديكي كله، من خير ربنا كله ربنا يديك. تعالوا بقى نشوف القله بتاعتنا، نفتحها كده. دي شكل القله اللي بصوا ما لقيتش اشك من كده والله، دي اللي لقيتها تحت. كان نفسي اجيب لها حاجه اشك من كده بكتير 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 اهو. اللهم بارك. دي بقى القله. الولد عندنا بنجيب له ابريق، والبنت بنجيب لها قله اللوف. وتعالوا بقى ايه نولع الشمعه بتاعه التبييته دي كده. شمعه القله برضو قولوا لي عندكم بتجيبوها ولا لا، وبتتابعوني منين. وده كده شكل الفول يا بنات. الفول مسكته بقى نقعته، انا نقعاه من الصبح من ساعه ما صحيت، احنا دلوقتي بالليل. نقعته كده، وده الفول اللي هنعمل منه سبع حلقات او سبع فولات لكل الضيوف اللي جايين بكره. طبعا هنقع اكتر من كده عشان الناس اللي جايه كتير. بسم الله ما شاء الله. برده الفول في التبييته بنحط له شويه فضه كده كده، اللهم بارك كده بالويم. الفضه دي احنا مش بناخدها، الفضه دي بتتوزع على الولاد في الشارع، اي ولاد بقى تعرفوهم ما تعرفوهمش بيتوزعوا. بسم الله ما شاء الله. دي كده شكل التبييته بتاعتنا. وقولوا لي بقى التبييته عندكم اسمها ايه، وبتعملوها بنفس التفاصيل دي ولا لا؟ ده كده على ما اعتقد وعلى ما افتكر من ماما كانت بتعمل نفس الحاجات دي، كانت بتحط فلوس واي قطعه ذهب وشمع كده بتولعه، وشمعه التبييته بتاعت القله او الابريق. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. والفول كده علشان الصبح نخيطه ونعمله سبع فولات علشان ندي كل المعازيم اللي جايين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك.